بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وتواصوا بالمرحمة أي أن يرحم بعضهم بعضا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: من لا يرحم لا يرحم. وكلما جبل الإنسان على الرحمة كان أقرب إلى رحمة مولاه. قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم وهو يتحدث عن عبادة الأوثان: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، لم يقل فعذبه، قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من الرحمة التي جبل عليها الخليل إبراهيم عليه السلام. وأسعد الناس برحمة الله من كان واسع الرحمة للخلق، يأويهم ويقيل عثراتهم ويقبل أعذارهم ويتلطف بهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وللإحسان لذة لا يعلمها إلا المحسنون، وكلما كان الإنسان شديد الإحسان إلى الخلق كان قريبا إلى رحمة مولاه. قال الله جل وعلا عن الكريم موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كما أنك إذا رأيت الرحماء من الناس دلك هذا على عظيم رحمة الله جل وعلا. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقد ذكروا أن أحد الأخيار كان بعيدا عن مكة في نيسابور أو غيرها من بلاد خراسان، فعزم على الحج، فكانت بناته يمنعنه أن يحج لأنهن ليس بينهن ذكر يأويهم. فقالت له ابنته الكبرى ترغبه في الحج: يا أبتاه إنما حالنا ورزقنا على الله. فقبل رأيها وأخذ بمشورتها وعزم على الحج وذهب. فما أمسوا إلا وأصابهم الجوع، وأخذ الصبية الصغار يتضاغون بين قدمي أختهم الكبرى التي أشارت على أبيها بأن يذهب. فبينما هم كذلك إذ مر بالقرية أمير والبيت في أطراف البلدة، فلما رأى البيت أصابه العطش فطلب ماء، والماء يوجد في بيوت الأغنياء وبيوت الفقراء، فسقوه فجال ببصره في البيت فعرف فقرهم ومسكنتهم. بعد أن شرب وارتوى أمر لهم بدنانير كثر في صرة، فأخذتها الفتاة وهي تقول: هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا، فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا.